كل سنة وانتم طيبين. معاكم نسمة عباس. النهاردة هنعمل وصفة مميزة هتدي طعم وريحة لكل وصفاتك ان شاء الله في شهر رمضان. هتخلي ريحة اكلك تجيب اخر الشارع. المرقة الفورية، بس المرقة الفورية بتاعت البيت غير اي مرقة. هتندمي بجد انك ما جربتيهاش قبل كده من كتر ما هي طعمها وريحتها حلو. وانتي بتعمليها هتحسي ان البيت بتاعك اتعطر من ريحتها. بس يا ريت تعملي لي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه لو لسه ما اشتركتيش، وفعلي جرس الاشعارات عشان يجيلك كل فيديو جديد ان شاء الله انزله. احنا معانا كل الخضار كله فريش. معايا جزر، بصل، راس توم. تقدري تزودي الكميات زي ما انت حابه. معايا هنا كرفس، بقدونس، وكزبره. حابه تحطي شبت براحتك برضه. هي اهم حاجه الجزر، بيدي كده تسكيره حلوه ليها. اهم حاجه هو ده اللي تكتريه. اكتر حاجه فيها تخلي بتخليها ريحتها مميزه وطعمها مسكر كده، سكر طبيعي حلو. ممكن تكتري بصل اللي تحبيه. بس التوم التزمي بس بالايه بواحده، يعني راس واحده بس كده، حجمها متوسط. انا قطعت الخضار كله عشان اسهل على الكبه. انا عايزه افرم الخضار بتاعي فرم خشن. ليه بقى؟ عشان انا هدخله الفرن. لما ادخله الفرن ما ينزلش ميه كتير ويغلبني عقبال ما اجففه. لا، انا عايزاه افرمه فرم خشن زي ما انتم شايفين كده. شلت الجزر من الكبه، هبتدي احط بداله البصل. وانا محضره صينيه الفرن وفرشها ورق زبده. بس كده. هبتدي اخلط كل الخضروات اللي انا حطيتها دي مع بعضها، بس انا ما حطيتش الخضره معاها. ليه بقى؟ هقولك. هخلط ده كله الاول وهبتدي افرشه بطبقه رفيعه في الصينيه عشان يساعدني ان هو ينشف بسهوله. عشان عايزه انشف كل الميه دي والاقيه كده بيخرفش في ايديا. هجيب بقى البقدونس احطه في صينيه تانية مفروشه زبده. ده بقدونس وكرفس وكزبره. حابه تحطي شبت زي ما قلت لك حطي، بس هو اهم حاجه فيهم الكرفس، عشان هو ده اللي بيدي ريحه حلوه للشوربه. بس هدخله بقى هنا في فرن متسخن على درجه حراره 150، اهدى درجه حراره عندك. هو الخضار عقبال ما يجف مش هياخد معاكي وقت كتير. انا حطيت البقدونس لوحده عشان هو اقل في التجفيف، يعني ما بياخدش وقت، حوالي نص ساعة يعني. لكن الجزر والبصل هياخدوا وقت شوية، حوالي من ساعة لساعة ونص. بس انتي اعمليها على اهدى حرارة عندك مع التقليب كل نص ساعة عشان تجف بسهولة معانا. بس انا خلصت البقدونس والكرفس نشفوا معايا. ده كرفس بلدي على فكرة. اهو سامعين صوت الخرفشة. وده لسه بقى طبعا بقيه الخضار، الجزر والبصل والثوم لسه. انا هستنى بقى لما ينشفوا خالص وهوريهولكم ان شاء الله. بس بجد مش هتندمي انك عملتيها، وطريقه حفظها سهله وما فيهاش اي مكونات وحشه للجسم، والاطفال تحط لهم حاجه على الاقل قيمه غذائيه ومفيده للاكل. خلص معايا اهو، جففت الخضار كله بقى بيخرفش زي ما انت سامعه كده. اهم حاجه الصوت ده، ما تطلعيهوش قبل ما تلاقيه بيعمل صوت الخرفشه دي عشان ما يرطبش معاكي ويبوظ. انا معايا هنا ورق لورا بقى، انا عايز الطعم بالتوابل. ومعايا كبابه صيني او بهار حلو. ومعايا حبهان. ومعايا قرنفل او مسمار. معايا معلقه كزبره، كاري، بابريكا، فلفل وملح ورشه صغيره من القرفه. تحبي تحطي اي نوع التوابل تاني عايزه تحطيه حطيه، ده ذوق شخصي. اللي تحبي تزوديه زوديه، بس دول تقريبا اللي بيليقوا على اي شوربه. بس هجيب بقى المطحنه بتاعت التوابل بتاعتي وهبتدي احط شويه شويه وهطحنهم. بس كده. بصي انتي بتحطي وبتطحني، وبعد ما بتطحنيهم لو حسيتي ان هي لسه فيها خشونه شويه بتحطيهم في مصفى وتصفيهم شويه، تشيلي اي حاجه خشنه فيها. بس هي بتطلع ناعمه زي ما انتي شايفه كده. بصوا شايفه ناعمه قد ايه، روعه حقيقي. هتحفظيها بقى فين؟ احفظها في الفريزر، هتفضل طول السنه ريحتها حلوه معاكي وما تغيرش، ولا هتكتل، ولا هتعمل معاكي اي حاجه. شايفه نعومتها عشان احنا جففناها كويس. اهم حاجه مرحله التجفيف. بس يا رب يكون عجبكم وصفتنا، واستنوني في وصفات كتير جايه. باي باي.